يا مساء الفل والجمال على الحلوين. النهارده عملت احلى اكله الولاد بيحبوها، وهي صدور الفراخ. انا جايبه صدرين كبار ومقطعهم على تقطيعتي انا، مش رفيعه، اللي هي الصدور التخينه مش الرفيعه. عاملاهم زي السندوتشات بتاعت عندنا كده في اسماعيليه، واحد اسمه ابو علي بيعمل سندوتشات كرانشي تحفه، فدي شبهها كده. جبت الفراخ وغسلتها غسله حلوه محترمه جدا بالدقيق والملح والخل وكل حاجه، وبعد كده رحت غسلاها ومصفياها في الطبق. وبعد كده هبتدي اجيب البهارات بتاعتي يا جماعه عبارة عن ملح وفلفل وشطة، ملح وفلفل وشطة وبهارات فراخ وجنزبيل. ومعانا كمان كركم. الكركم بيخلي الفراخ جميلة جدا جدا جدا، وكمان توم باودر وبصل باودر. تمام. هنا حطيت الفراخ في الطبق، وبدأت بقى اقلب بالمعلقة الخشب ومعاها البهارات. تمام. وبعد كده رحت جايبه بيضتين هضربهم، البيضتين دول بعد ما غسلتهم، وابتدي برضو اقلب. التتبيله كانت في منتهى الجمال، وطعمها كان خطير جدا جدا جدا، لان انا عملت لها كمان حاجات تبقبزها تخليها كبيره تخينه. حطيت كمان مستردة على التتبيله بتاعتي. البتاع ده كان عايز يتفتح بس ما كنتش لسه فتحته. وكابوتشايه هي غسلها غسله حلوه، وبعدين قصيتها وكده. الفراخ بتاعتي جاهزه للتتبيله. على فكره انا حطيت المستردة، فتحت المستردة العلبه بتاعته ورحت حطاها. بدات هنا بقى اقص الكابوتشايه عشان نعملها في السندوتشات، ويبقى طعمها كده لذيذ ويبقى شكله حلو عامل زي بتاع المطاعم. احلى حاجه انت تاكلي الولاد، وخصوصا في الامتحانات من جوه البيت. اهو جايبه العيش الحلو ده زي بتاع المطاعم، رحت قصاه. يبقى انا كده السندوتشات بتاعتي جاهزه، وجبت طبق. خلاص هنبتدي بقى نتبل الفراخ. هنحط دقيق وبصومات نشا فيجيتار، وعلى الدقيق والنشا هنحط ملح وفلفل. يبقى دقيق وبصومات ونشا وفيجيتار. وهبتدي اجهز الفراخ بتاعتي للتتبيله، بس انا كنت بحط المكونات كلها. تمام. اهو ده النشا اللي انا حطيته فوق الدقيق، وبعد كده ده كيس فيجيتار كان عندي، ولو ما عندكيش فيجيتار مش مشكله، بس ممكن تحطي مكانه بيكنج باودر. اهم حاجه يا اما نشا يا اما بيكنج باودر، لان هو بينفش معايا، بيخلي الفراخ كمان منفوشه. حطيت ملح وفلفل، الفراخ بتبقى حلوه وهي تخينه كده مبقبزه. وبعدين حطيت بيضتين في بوله، عشان هنبتدي هنا قلبت. هنبتدي بقى نعمل بالدقيق وبعدين البيض وبعدين البقسماط. وادي اهو ده كيس البقسماط، وعملت كله في طبق واحد بدل ما اعمل هنا طبق وهنا طبق، لا في طبق واحد، وكل ما يخلص ابتدي احط تاني. ادي الفراخ بتاعتي. على فكره انا سبتها في التتبيله نص ساعه بس عشان ما كانش فيه وقت. حطيت الدقيق وبعدين البيض وبعدين البقسماط. اصلا انتي بعد ما بتكوني خلصتي غسيل الفراخ بتحسي ان كل حاجه بعد كده بتبقى سهله. هو غسيل الفراخ بس هو اللي بيكون في الاول بياخد وقت، لكن بعد كده بقى بتكون كل حاجة سهلة. اهو هنا حطيت برضو بيبقى بعد كده ممكن الدقيق ده يا جماعة عليه نشا وعليه ملح وفلفل وبعدين بيض وبعدين بقسماط، وكمان عليه فيجيتار. لو ما عندكيش فيجيتار مفيش مشكلة، طالما في نشا او بيكنج باودر. بس انا ما كانش عندي بيكنج باودر، كنت هحط كمان، لان انا بحب الفراخ تبقى تخينة.
طبعا الكمية كبيرة فانا قسمتها على مرتين. دي بقى تكفي معاكي. ممكن تعملي بقى كده ساندوتش منها، ممكن تعمليها على يومين، ممكن تعملي معاها رز. انا المره دي عملتها بالعيش، او ممكن تعملي معاها مكرونه. بس يكون احسن كل ما تجيبي مثلا كيلو من الفراخ وتتبليه وتخليه عندك في التلاجة، تستعمليه وتسيبيه عندك على رف التلاجة كده، تستعمليه وقت ما تحبي. بس هو يكون متبل كده تتبيلة حلوة وسايباه على جنب. ده حاجة مش هتتعبك لو انتي موظفة وبتشتغلي وعايزة تنجزي. يعني الوصفة دي يعني ايه تعتبر في الانجاز لو انت جبتي كمية كبيرة وحطيتيها على وتبلتيها حلو وحطيتيها على رف التلاجة. وانا بقى بعمل التتبيله كنت حطيت زيت على النار، وبعد كده سبته لغايه ما يسخن خالص خالص خالص. وكمان الزيت لازم يكون مغطي الفراخ علشان تقدر الفراخ ان هي تستوي. بصوا هو سخن اهو ازاي، حطاه على نار سخنه. هسيبها لغاية ما تستوي على الجنب ده، وبعد كده لما اتأكد انها استوت حلو جدا هروح قلبها الناحية التانية، وهنا الزيت مغطي على الاقل نص الفراخ. تمام. وجبت صينية فيها مناديل ورق علشان اطلع الفراخ على مناديل الورق عشان تمتص الزيت. انا ما كانش عندي اللي هي المناديل بتاعة المطبخ، حطيت مناديل ورق عادي مفيش مشكلة، كل حاجة بتنفع. يا حلوين ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك عشان الناس بتتفرج عليها ما بتدوسوا اشتراك يا جماعة. فعلوا زر الجرس يا جماعة ودوسوا اشتراك بعد اذنكم. ادي ده اول ساندوتش معايا اهو. هبتدي احط فيه الكابوتشا، وبعد كده حطيت الصوص بتاع ده صوص كاتشب على مايونيز. وبعدين اللي حابب يحط مستردة بيحط، انا حطيت مستردة برضو. تمام. ده بصوا صدر الفراخ عامل ازاي، يعني كبير ما شاء الله، علشان كمان مقطعه على تخين شويه، وكمان عشان البيكنج باودر قصدي النشا بتخلي بتنفش كده التتبيله. تمام. وهنا برضو المسترد علقت معايا، رحت عاملاها بس في الاخر حطيتها طبعا على مين اهو. حتى اشوف المستردة محطوطة على السندوتشات ازاي، دوختني بصراحة. جربوها يا جماعة، الوصفة دي جميلة جميلة جميلة. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك وجربوا احلى ساندويتش من ايد ميويا. باي باي.